ازيكم؟ طيب، هو عموما اي حاجه ملهاش تاريخ صعب يبقى ليها مستقبل. فالنهارده هنعرف كلمه جيم دي معناها ايه، واول جيم كان معمول من امتى، وكان بيستخدم في ايه، ده طلع من انهي بلد، واتطور ازاي، مين طوره، وهو ايه في حياتنا حاليا. طيب، كلمه جيم دي اختصار لكلمه جيمنازيوم. جيمنازيوم دي كلمه من اليونان القديمه. اول جيم اتعمل كان من اكتر من 3000 سنه. طيب، كان بيستخدم في ايه الجيم؟ طبعا رياضه زي ما هو متعارف عليه حاليا، بس زمان كان بيستخدم اكتر في فنون القتال وفن الحروب. كان كمان بيتعلموا فيه، وكان كمان بيدرسوا فيه ثقافه وفنون. فالجيم ده كان حاجه كبيره جدا. الجيم ده كان عباره عن ايه؟ هو مكان خارجي او داخلي، اندور او اوت دور، بتعمل فيه الكلام اللي احنا قلنا ده كله. من اوائل الناس اللي طوروا الجيم حد الماني كان اسمه فريدريك جان. الكلام ده كان سنة 1811، وكان استخدم الاوت دور اريا وابتدى يعمل فيه اغلب الرياضات اللي كان معروف عليها في الوقت ده. بعد كده جه حد امريكي اسمه جون نيل، فتح اول جيم في امريكا سنة 1827. بعد كده جه حد الماني اسمه ادولف سبيس، فتح جيم في المانيا سنة 1852، وده كان يعتبر اول جيم يتعمل داخلي شبه الجيمات الحالية اللي احنا موجودين فيها دلوقتي. طبعا لما ابتدت البلاد تفتح جيم وبقى متعارف عليه في اغلب الدول، الناس ابتدى يعجبها موضوع ان في مكان داخلي او خارجي بيروحوا يتعلموا فيه الفنون والثقافه وكمان الرياضه، وبقت حاجه متعارفه ما بين الدول، وتقريبا كل الدول بقت عايزه تنسبه لنفسها. الناس بقت مستنيه ان البلد اللي هي فيها يبقى فيها جيم عشان تروح وتمارس هوايتها او تمارس رياضتها. ابتدى يبقى فيه منظمات تتولى الموضوع ده، يعني زي منظمه تكون هي المسؤوله عن الرياضه او هي مسؤوله عن افتتاح الجيم، او منظمه تفتتح جيم باسمها. طيب، وزي ما كنا بنقول ان هو لما بقى حاجه مشهوره جدا ومحببه جدا عند الناس، وكل الناس بقت محتاجه تروح الجيم ومبسوطه بالرياضه دي، فابتدى يطلع كذا اسم جيم من اللي كانوا موجودين ساعتها. يعني هم كانوا اتنين او ثلاثه، كل واحد يحاول ينسبها لنفسه او ينسب الرياضه دي لنفسه. فمن اوائل الجيمات اللي فتحت جيم اسمه واي ام سي اي، ده فتح في امريكا، وكان بيقول ان هو اول جيم اتفتح في العالم. الكلام ده كان سنة 1851، ابتدى بفرع صغير خالص، بس ابتدى يشتغل على نفسه، وابتدت كمان الناس تحب فكرة الجيم، والناس تحب تروح الجيم عشان تعمل الرياضة أو الهواية اللي هي بتحبها. في خلال 10 سنين اتفتح أكتر من 200 فرع في أمريكا، وبقت أكتر رياضة مشهورة في أمريكا. وزي ما كل حاجة ليها تطور، ابتدى من سنة 1920 المدارس الكبيرة تعمل جيم داخل المدرسة، بيكون بحجم كبير عشان تبتدي تعمل فيه كل الرياضات المتاحة للأولاد. طيب، السؤال بقى، هل الجيم رياضة ولا هو وسيلة ترفيه؟ الكلام ده هنتكلم فيه في الحلقة الجاية، وأتمنى يكون الفيديو عجبكم. أنا لسه مخلص تمرين وطلعان روحي، والله ما كنتش قادر أصور. لو عجبكم الكلام ده اعملوا فولو وسبسكرايب.